السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة موروكو ستاديوم. اليوم غادي نعيشو معاكم من قلب ورش ملعب طنجة الكبير، حيث كتمشى الأشغال بسرعة ودقة كبيرة باش يخرج الملعب أفضل صورة ويكون جاهز لاستقبال المواعيد الكروية الكبيرة. في هاد اللقطات اللي قدامكم كتشوفوا جوج قطع حديدية ضخمة، ماشي غير ديكور، بل هما عناصر أساسية في البنية الهيكلية ديال السقف. هاد القطع سميتها الروابط الهيكلية العرضية، ووظيفتها تربط العوارض الرئيسية اللي كتكون الهيكل العلوي ديال الملعب. التصميم ديالها مخصص باش يوزع الأحمال ويوفر التوازن والاستقرار للهيكل كامل. بالنسبة لملعب كبير بحال طنجة اللي كيعتمد على أنظمة متقدمة للسقف، بعد هاد الأنظمة كتحمل تجهيزات الإضاءة وكتغطي المدرجات. عملية تركيب ديال كل قطعة ماشي سهلة، كتمشي من النقل، تمركز، الرفع بواسطة رافعات ضخمة والتركيب الدقيق. كل قطعة كتحتاج بين يومين حتى 3 أيام باش تركب بشكل آمن ومحكم. والملاحظة اللي مهمة هي أن عدد هاد الروابط كبير بحيث كيغطي المحيط الكامل للسقف، وهذا الشيء كيعطينا أمل باش نكونوا قريبين من استكمال الهيكل المعدني بشكل نهائي. بزاف من المتتبعين لاحظوا أن التصميم الهندسي الأولاني ديال ملعب طنجة كان بيضاوي بشكل مبالغ فيه، خصوصا في المقاطع العلوية المدرجات، وهذا الاختيار أثار بعض التساؤلات: علاش البيضاوي وعلاش ما كانش دائري أصلا؟ الحقيقة أن الشكل البيضاوي رغم أنه كيعطي امتداد بصري في الطول كيواجه مشاكل عدة. أولا التشويه البصري، حيث المتفرجين اللي جالسين في الجهات الجانبية كيكونوا بعيدين بزاف على رقعة الميدان، وهذا الشيء كيأثر على جودة المشاهدة. ثانيا مشاكل في توزيع الصوت والإضاءة، بحيث الشكل البيضاوي كيصعب توزيع الإضاءة بشكل متوازن وكيخلق نقاط صدى صوتي غير مرغوبة. وثالثا من ناحية التهوية والتغطية، السقف البيضاوي كيحتاج حسابات دقيقة ومعقدة باش يكون مستقر ويغطي كل الزوايا. لكن هنا جات لمسة ذكية من الشركة المكلفة بالتسقيف والتغليف، اللي ما اقتصرتش غير على التنفيذ، بل عادت وبدلات الشكل العام ديال الملعب خلال مرحلة تغليف الهيكل المعدني، وحولته إلى شكل شبه دائري آنيق كيعطي توازن بصري رائع وتقنية هندسية محسنة. المدرجات دابا كتلتف بشكل متناسق حول الميدان، والصوت والإضاءة واصلين بشكل موحد. الشكل الجديد كيمنح جمال واضح للملعب من الداخل ومن الصور الهوائية، والملعب دابا عنده هوية بصرية تليق بمدينة كبيرة بحال طنجة. هاد التحول ماشي بسيط، وكيحتاج شجاعة تقنية ومرونة في التنفيذ، خصوصا وأنه دار في المرحلة المتقدمة من الأشغال. من جهة أخرى، ومن بعد إعلان المغرب عن احتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025، بدات البنية التحتية الرياضية مرحلة السباق مع الزمان، وملعب طنجة الكبير كان من أبرز المنشآت اللي شملها عملية التأهيل والتحديث الشامل. هاد الورش ماشي غير إصلاحات عادية، بل إعادة هيكلة شاملة باش يواكب المعايير الدولية المعتمدة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف والفيفا. الصور الأخيرة كتظهر تقدم مهم في التركيب ديال الروابط الهيكلية العرضية اللي كتربط بالعوارض الرئيسية في الإطار العلوي ديال الملعب، وتركيبها كيتطلب دقة وعناية بالغة باستخدام رافعات ثقيلة، وكل وحدة كتحتاج يومين حتى 3 أيام باش تركب بشكل آمن محكم. والملاحظة اللي مهمة هي أن عدد هاد الروابط كبير بحيث كيغطي المحيط الكامل للسقف، وهذا الشيء كيعطينا امل باش نكونوا قريبين من استكمال الهيكل المعدني بشكل نهائي. نبدلوا الموضوع ونتكلموا على ملعب مولاي الحسن في الرباط والجدل اللي دار عليه، خصوصا في سياق كأس إفريقيا 2025 مع انتقادات اللي جات من الإعلام الجزائري بخصوص الجاهزية ديال المغرب. عندنا معلومات مهمة كتوضح وجهة نظر خاصة بهذه القضية. بعض الإعلاميين في الجزائر استغلوا الأشغال اللي باقي كاينة في ملعب مولاي الحسن باش ينتقدوا التأخير ويحاولوا يشكوا في قدرة المغرب على توفير الملاعب في الموعد. المثير أن المنتخب الجزائري ممكن يستعمل ملعب مولاي الحسن فقط للتدريب، وهو ملعب مازال فيه أشغال، وهذا هو المشكل بالضبط. بعض المنابر الجزائرية كتعتبر هذا الشيء دليل على تأخير المغرب، وكتزيد تعطي تفاصيل صغيرة باش تبين أن المغرب كيهضر بزاف بلا ما ينجز. لكن الحقيقة أن ملعب مولاي الحسن ماشي من الملاعب الرئيسية للبطولة، والدور الأساسي ديالو هو استقبال تدريبات المنتخبات، وترجيح كبير أن المنتخب الجزائري هو من بين الفرق اللي غيستعملوه، وربما يتلعب فيه بعض المباريات الثانوية ماشي المباريات الكبيرة بحال الافتتاح ولا النهائي. هذا التوضيح مهم باش نحطوا الأمور في مكانها. كذلك المغرب مركز على الجودة في الأشغال وما كيركزش غير على السرعة،
وهذا الشيء كيبان في تركيزهم على أرضية التيران وتقنيات تجديد المرافق والرفع في الطاقة الاستيعابية بكل المعايير الدولية ديال فيفا والكاف. المصادر كتأكد أن العمل في ملعب مولاي الحسن ماشي وقف وكيتقدم اليوم بعد اليوم، مقارنة مع ملاعب أخرى بحال طنجة، فاس أو أكادير وملعب مولاي العبد الله اللي تقريبا واجدين أو قربوا يكملوا، كتخلي هذا التأخير الجزئي في الرباط شيء مفهوم أكثر. زيادة على ذلك، بعض التحاليل كتقول أن هذه الانتقادات ممكن تكون رد فعل على فشل الجزائر في تنظيم البطولة، وأن المغرب اختار يركز على الإنجاز والتطوير بلا ما يدخل في حوارات إعلامية مباشرة. الخدمة هي اللي كتهضر. وكاين ربط آخر مهم كديروه المصادر بين هذه الاستعدادات والتطلعات الكبر ديال المغرب، خصوصا كأس العالم 2030 اللي غيتم تنظيمه بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال. هادشي كيبين استراتيجية طويلة المدى والتزام قوي بتطوير البنية التحتية الرياضية. في الخير، عندنا تجاذب واضح بين النقد الإعلامي الجزائري المركز على ملعب مولاي الحسن والتأخير وبالوجهة المغربية اللي كتشدد على الجودة والاستمرارية في العمل. دابا السؤال اللي خاصنا نطرحوه، واش الاستراتيجية اللي كتنجح على المدى البعيد هي اللي كتخدم بصمت وتبني بجد، ولا هي اللي كتخوض في حوارات إعلامية ونقاشات كلامية؟ هذه لعبة إعلامية ورياضية بالبلدين، ومهم أننا نبقاو متبعين باش نفهموا الديناميكا الحقيقية اللي وراها التفاعلات. شكرا لكم على المتابعة. ما تنساوش تتابعونا على قناة موروكو ستاديوم لكل جديد من قلب الملاعب والبنيات التحتية الرياضية في بلادنا. في أمان الله.